عايزين تعرفوا مين اللي بنى الهرم بجد؟ عمال ومهندسين مصريين ولا أجانب اشتغلوا بالصخرة ولا كائنات فضائية؟ تعالوا ناخد جولة مع بعض ونشوف حياة الرجالة اللي بنوا الأهرامات دي، أكلهم، شربهم، يومهم، حياتهم كانت عاملة ازاي. تبدأ الحكاية من 4500 سنة من دلوقتي، يعني في عصر الدولة القديمة المصرية. كانت مصر ساعتها في قمة غناها، ولما الرفاهية بتوصل لحد معين الأفكار المختلفة بتبدأ تظهر، فيقرر الملك خوفو إنه هيبني أكبر مقبرة في التاريخ، لا جه قبلها ولا هيجي بعدها، علشان يستعد للحياة الأخرى بعد الموت. مشروع قومي عملاق هيشغل فيه آلاف المصريين. ومش هو بس اللي عمل كده، لا ده جه من بعده خفرع ومنكورع برضه استمروا على نفس النهج وعملوا هرمين أصغر منه. طب ثانية واحدة بس يا جلالة الملك، احنا هنبني أكبر مشروع قومي في التاريخ، حاجة بالضخامة وبالعملاقة دي هيجي يبنيه آلاف المصريين، وهياخد في إيديهم مش أقل من 20 سنة بنا. الناس دي بقى هنوديهم فين خلال ال 20 سنة؟ فعشان كده اتبنت مدينة عمال الأهرامات على هضبة الجيزة، مدينة متكاملة فيها شوارع وفيها 4 ميادين ضخمة، والميادين الضخمة دي كان بيستخدمها العمال المصريين إن هم يتجمعوا فيها وياكلوا. عرفنا ده إزاي؟ من كمية آثار الطعام اللي سابها المصريين وكلوها في المكان ده. كمية الأكل اللي اتاكلت في المكان ده مش جيل واحد هو اللي كلها، لا دي اجيال ورا اجيال ورا اجيال من العمال اللي كانوا بياكلوا في المكان ده. نقطة مهمة جدا، هم كانوا بياكلوا ايه؟ طبيعة الاكل هيوضح لنا ان دول كانوا فعلا عمال وحرفيين ومهندسين، لان اثار بقايا الاكل ده بقى كان اثار لعظم سمك وطيور وبقر واغنام وخنازير. كل انواع البروتينات كان بياكلها العمال المصريين والمهندسين المصريين علشان يقدروا يبنوا ويبقى فيهم طاقه ويبقوا بيتغذوا احسن تغذيه. فبالتاكيد مستحيل ان انت تجيب اجنبي بالسخره تاكله من الاكل بتاع الزواد ده. واكتشفنا برضو حاجه اهم من الاكل اللي كان بيتاكل، اكتشفنا مقابر للعمال المصريين اللي كانوا موجودين في المدينه دي. يعني المقابر دي كانت لأجيال برضه، مش لجيل واحد من العمال، وكان في مقابر مخصصة للعمال ومقابر مخصصة للحرفيين والمهندسين. وتيجي المفاجأة الخطيرة هنا بقى، أهم حتة في الفيديو، ان احنا نلاقي ان جثث العمال المصريين المدفونين في المقابر، نلاقي ان في عندهم عظم متكسر، ونلاقي ان حصل لهم حوادث. والاهم من ان عظمهم متكسر وان حصل حوادث، ده يدل طبعا ان كان في عمل شاق وان في رفع وفي تنزيل، ان كل الاثار وكل الكسور دي اتجبرت، وان كل الكلام ده اتعالج. فده برضو بيدل ان كان ليهم حاجه كده زي التامين الصحي، كانوا بياكلوا احسن اكل، كانوا بيتعالجوا احسن علاج، كانوا المفروض بيقبضوا مرتبات. فبالتالي اي حد كان بيتصاب ان هو كان بيتعالج وبيتجبر بيرجع يشتغل تاني. ولو حصل حوادث كبيره وحصل فيها وفيات كان بيتدفن في مقابر المدينه. طبعا صاحب الاكتشافات دي هو الدكتور زاهي حواس مع البعثه المصريه اللي حصلت في منطقه هضبه الجيزه سنه 1990. الاكتشاف اسمه اكتشاف حيط الغراب في المنطقه الجنوبيه الشرقيه. هتلاقوا برضو ان الويب سايت الرسمي لوزاره السياحه والاثار موضحين كل الكلام ده، وهتلاقوا كل الكلام ده برضو بالتفصيل وبالادله في كتب الدكتور زاهي حواس، اللي هم 3 كتب: معجزه الهرم، واسال عالم اثار، وبناة الاهرام. كل ده موجود فيه كل الحاجات دي بالادله. وبس هي دي كانت قصة العمال المصريين، وده إثبات إن هم كان فعلا عمال مش ناس جايين بالسخرة وكل الخرافات دي. إن شاء الله في الفيديوهات التانية برضو هنحاول نتكلم إزاي الهرم اتبنى بالأدلة برضو وبالاكتشافات اللي المصريين اكتشفوها. وكان معكم حورس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافية.